في لحظة معينة في حياة أي راجل أو أي شخص عموما بيجيله إحساس غريب. إحساس إن في حاجة غلط، مش حاجة غلط حواليه ولكن حاجة غلط جواه. يعني بتحس إنك بتصحى كل يوم بنفس التفكير، نفس العادات، نفس ردود الفعل ونفس الحياة اللي انت عارف من جواك إنك مش راضي عنها. وبتفضل تقول لنفسك يمكن بكرة، يمكن الظروف تتحسن، يمكن حاجة تتغير، ولكن الحقيقة المرة اللي محدش بيحب يسمعها هي إن مفيش حاجة هتتغير إلا لو أنت اتغيرت. والموضوع مش إنك تضيف عادات جديدة أو تضيف حاجة جديدة لنفسك، الموضوع أعمق من كده بكتير. التغيير الحقيقي بيبدأ لما النسخة القديمة منك تموت، أو خليني أكون صعب أكتر في كلامي وأقولك لما النسخة الحالية منك تموت. خليني أقولك حاجة بصراحة، أكبر عدو لمستقبلك مش الناس ومش الظروف، ولكن أكبر عدو لمستقبلك هو النسخة القديمة منك. مش لأنها ضعيفة ولكن لأنها مرتاحة، خدت على الراحة، مرتاحة على نفس التفكير، مرتاحة في نفس الدايرة، مرتاحة في نفس الحياة وفي نفس الروتين، حتى لو الروتين والحياة دول صعاب أو بيخنقوك. العقل بطبيعته بيحب الأمان وبيحب التكرار، وما بيحبش يجرب حاجة جديدة لأنه ما بيكونش ضامن إيه اللي ممكن يحصل. فالعقل بيحب الأمان حتى لو الأمان ده بيسجنه. فعلشان كده حتى لما تقرر إنك تتغير بتلاقي نفسك بترجع لنفس العادات، بترجع لنفس التصرفات ونفس النسخة اللي انت حاولت إنك تغيرها، مش لأنك فاشل ولكن لأن النسخة القديمة دي لسه متحكمة فيك. هي اللي بتهمس في ودنك وبتقولك مش مشكلة، ابدأ بكرة. هي اللي بتقنعك إن الراحة اختيار منطقي. هي اللي بتخليك تأجل مرة ورا مرة لحد ما التأجيل بيبقى أسلوب حياة. وبعد فترة بتلاقي نفسك عايش جوه سجن من دماغك، سجن مفهوش أي قضبان، ولكن سجن مليان خوف، مليان عادات، وفي نسخة واحدة انت مش فخور بيها ونفسك تغيرها. واخطر حاجة ممكن تحصل هي انك تتعود على النسخة دي، تتعود على نسخة اضعف من قدراتك الحقيقية، وتبدأ تصدق ان ده انت ودي حدودك. تبدأ تصدق انك مش منضبط وانك مش قوي وانك مش قادر، ولكن الحقيقة ان ده مش انت، دي مجرد نسخة منك تعرضت لظروف وادت ردود فعل غير مناسبة فتكون الأسلوب اللي انت عايش بيه دلوقتي. اتكونت من اختيارات صغيرة، ونفس الاختيارات الصغيرة تقدر تنهيها وتبني نسخة جديدة. فموت النسخة القديمة منك مش معناه انك تبقى شخص تاني، ولكن معناه انك اخيرا هتكون نفسك الحقيقية، نفسك الحقيقية من غير قيود. كل مرة بتعمل حاجة انت مش حابب تعملها ولكن بتعملها، جزء من النسخة القديمة بيموت. كل مرة بتلتزم حتى من غير دافع أو تحفيز، جزء من النسخة القديمة دي بيموت. كل مرة بترفض إنك ترجع لنفس السلوكيات والعادات، جزء من النسخة القديمة بيموت، لحد ما في يوم تكتشف إنك بقيت شخص مختلف، أهدى، أقوى، أكتر سيطرة على نفسك وعلى حياتك وردود أفعالك. التحول ما بيحصلش ولا عمره هيحصل في يوم وليلة، ولكنه بيحصل بشكل تراكمي، بيحصل في لحظات صغيرة محدش بيشوفها. لحظة بتختار فيها إنك ما تستسلمش، لحظة بتختار فيها إنك تواجه، لحظة بتختار فيها إنك تبقى شخص مختلف وما تبقاش نفس الشخص تاني. انت مش محتاج تكون مثالي، ومش محتاج تكون بيرفكت أو بتعمل كل حاجة مظبوطة ومثالية. انت محتاج بس انك تبقى مختلف عن نفسك اللي انت متعود عليها، مختلف عن الشخص اللي كان بيأجل، اللي كان بيهرب، واللي كان بيختار الأسهل بشكل مستمر. النسخة دي لازم تختفي، مش عشان انت بتكرهها، ولكن لأن في نسخة أقوى منك مستنياك عشان تحقق بيها كل الحاجات اللي انت بتطمح ليها. فدلوقتي بعد ما سمعت الكلام ده، في صوتين جواك، صوت عايز الراحة وصوت عايز القوة، حتى لو القوة دي بتيجي عن طريق الألم والتغيير. في صوت عايزك تفضل زي ما انت، وفي صوت عايز ياخدك لمكان عمرك ما وصلت له. والسؤال الحقيقي هنا هو مش هل هتقدر تتغير، ولكن السؤال الحقيقي هو أي صوت فيهم هتسمع له وتصدقه
وتآمن بيه.